قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وانا كنت منزل افلام كابتن امريكا وفيلم كابتن مارفل، والفيديو ده عن ملخص افلام ايرون مان الجزء الاول والتاني، وهكمل افلام مارفل كلها وهنزلهم بالترتيب الزمني الصحيح. الحكاية بتبدأ مع توني ستارك، عالم عبقري وخبير في التكنولوجيا، وبيكون عنده شركة أسلحة وبيصنع أسلحة بدرجة عالية جدا، وبيكون في طريقه مع حراسة من الجيش عشان يستعرض الصاروخ الجديد بتاعه. فجأة بينضرب نار على كل اللي معاه وبيموتوا، وبيحاول توني يهرب لكن بيترمى عليه صاروخ مكتوب عليه اسمه من اللي مصنعه وبينفجر وبيغمى عليه. بيفوق توني وبيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيلاقي جهاز في صدره متوصل ببطارية، وبيكون توني اتصاب بشظايا من الصاروخ اللي اترمى عليه، ومن غير الجهاز اللي في صدره ده هيموت، لان الجهاز ده بيمنع الشظايا انها تدخل جوه قلبه. وبيكون الدكتور ده هو اللي عامل له العمليه، وبيوري له شكل الشظايا اللي طلعها منه، وبيقول له انهم مخطوفين من ارهابيين، وبيدخل عليهم واحد بعدها من الارهابيين وبيقول له ان عاوز له يصنع له صاروخ، وبيوري له صوره الصاروخ اللي كان بيجربه من شويه قبل ما يتخطف. لكن توني بيرفض، فبيفضلوا يعذبوا فيه وبياخدوه ويطلعوه بره، وبيوري له الاسلحه بتاعتهم وبتكون كلها من الشركه بتاعته، وبيقولوا له ان احنا معانا كل حاجه هتحتاجها عشان تصنع الصاروخ، وفي مقابل ده هيسيبوه يمشي. بعدها بيوافق توني لان مفيش حل تاني، وبيبدا يقول لهم على الحاجات اللي محتاجها، وبيجيبوا له كل الحاجات اللي طلبها، والدكتور ده بيكون بيساعده وبيكونوا مراقبينه. ولما بيسالوا الدكتور انت فعلا هتصنع لهم السلاح، فبيقول له لا، وبيكون بيصنع مفاعل صغير عشان يحطه مكان اللي محطوط في صدره، وبيكون ده متطور اكتر ومش هيحتاج بطاريه عشان يوصلوا بيها. بعدها بيوري له التصاميم بتاعته اللي هيشتغل عليها، وبيقول له ان احنا هنصنع البدله دي عشان نقدر نخرج من هنا مش صاروخ، وبيوافق يساعده، وبيبداوا الاتنين ينفذوا صنع البدله. بعد مده بيجي لتوني الزعيم بتاع الارهابيين، وبيقول له انه اخد وقت كتير في صناعه الصاروخ، وبيكون هيقتل الدكتور اللي بيساعده، لكن توني بيقول له انه محتاجه ومش هيقدر يصنع الصاروخ من غيره، وبيوافق ما يقتلوش وبيديله مهله وبيمشي. بعد كده توني بدا ينفذ البدله بتاعته وبيلبسها، ولما بيبص زعيم الارهابيين في الكاميرا ما بيلاقيش توني، فبيقلق ويبعت رجالته يشوفوا ايه اللي بيحصل، وبيروح اتنين يفتحوا الباب، وبيكون توني حاطط قنبله ورا الباب وبتنفجر فيهم، لكن البدله بتكون محتاجه شويه وقت عشان تجهز، فبيروح الدكتور عشان يعطلهم لحد ما البدله تجهز، وبيقدر توني ينهي البدله وبيخرج وبدا يضرب فيهم وبدا يرمي عليهم صواريخ. ولما بيشوفوا الدكتور بيلاقيه انضرب بالنار، وبيقول له الدكتور انه يمشي لانه خلاص هيموت، وبيودعوا توني وبيخرج وبيخلص على كل اللي موجودين في المكان وبيفجر الاسلحه بتاعتهم، وبيكون في حد ورا بيضرب عليه نار وبتتصاب البدله بتاعته بخلل، فبيطير توني بعيد وبيقع في نص الصحراء والبدله بتتدغدغ، فبيسيبها توني وبدا يمشي في الصحراء، وبيشوف بعدها طياره وبيشاور لهم، وبيطلع العقيد روتي، وبيكونوا اصلا بيدوروا عليه وبياخدوه وبيرجعوا لامريكا بعدها. وبيقابل توني بيبر المساعده بتاعته وبيقول لها تجهز له مؤتمر فورا، وبيروح المؤتمر على طول، وبيكون معاه اوبيديا صاحب والده وشريكه في الشركه. بعدها بيعلن توني قدام الصحفيين والقنوات انه هيوقف تصنيع الاسلحه لانه شاف ناس بتستخدمها في الشر وارهابيين بيأذوا بيها العالم، وانه كان هيموت بسببها، وبينصدم كل اللي واقفين من القرار. بعدها بيروح لاوبيديا الشركه وبيكون متضايق جدا بالقرار، وبيقول له ان احنا هنخسر فلوس كتير قوي، وان الشركه اصلا قايمه على تصنيع الاسلحه والاسهم بتاعتنا كده هتنهار. لكن توني بيقول له احنا هنركز على مشاريع تانية واهمهم المفاعل ده، وده هيساعد في توفير الطاقه للعالم كله. لكنه بيقول له ان فكره المفاعل ده اصلا خرافه ومستحيل تتنفذ، فبيوري له المفاعل الصغير اللي اخترعه، وبيقول له انا قدرت اصنع نسخه مصغره منه. وبيشوف الاخبار وبيكون البرامج بتتريق عليه لانه بقرار وقف تصنيع الاسلحه هيدمر شركته. بعدها بيتصل ببيبر وبيقول لها تجيله فورا، وبيعرفها انه صنع جهاز احدث، وبيطلب منها تحط ايدها في صدره وتشيل الجهاز القديم وتحط ده مكانه، وبتكون متوتره جدا وخايفه لكنها بتقدر تعمل ده. بعدها بيقابل العقيد رودي وبيعرفه انه شغال على مشروع مهم، لكنه برضه بيكون متضايق من القرار اللي اخده، وبيقول له انت كده بتدمر شركتك. لكن توني ما بيسمعش لحد وبيروح البيت وبيبدا يشتغل على تطوير البدله، وفي نفس الوقت بيكونوا الارهابيين لقوا البدله القديمه اللي كان اخترعها قبل كده في الصحراء، وبيبدا توني يطور في البدله ويشتغل عليها اكتر. بتدخل عليه بيبر وبتقول له ان اوبيديا عايز يقابله، وبيقابله وبيقول له كل اعضاء مجلس الاداره رافعين عليه قضيه عشان يطيروه من منصبه في الشركه لانهم مش فاهمين سبب القرار، وبيطلب منه ياخد منه الجهاز ويعرضه عليهم. لكن توني بيرفض يدي المفاعل لاي حد، وبيكمل صنع في البدله وبيقدر يطير بيها بشكل امن، واخيرا بينتهي من تصنيعها وبيطير بيها في المدينه وبيقدر يتحكم بيها، وبيقرر يطير فوق خالص، لكنه بيلاحظ ان كل ما بيطير فوق البدله بتتجمد وبيكون هيقع، وقبل ما يوصل للارض بيقدر يطير
وبيطير بيها تاني وبيرجع المقر بتاعه. ولما بيتفرج على التلفزيون بيلاقي كل البرامج بتشتم فيه وبيقولوا ان عقله خف بسبب الحادثه اللي حصلت له. بعدها بيروح الحفله الخيريه اللي الشركه بتنظمها كل سنه، وفي الحفله بيقابل توني واحد من المخابرات وبيطلب منه يتقابله عشان عايز يعرف كل حاجه عن الهجوم اللي حصل له. بعدها بيقابل صحفيه بيكون عارفها وبتقول له ان الارهابيين استعملوا الاسلحه بتاعته امبارح ودمروا ناس من الكرويين. ولما بيروح يتكلم مع شريكه بيقول له شريكه انه بيبيع الاسلحه ومش مهم اللي هياخدها يعمل بيها ايه، المهم ان احنا نكسب. لكن توني بينصدم من كلامه وبيبقى حاسس بالذنب تجاه الناس اللي ماتت، وبيقرر توني يخلص على كل الارهابيين وبيبدا يتدرب على البدله وبيروح لهم فعلا وبيخلص على كل اللي موجودين وبياخد الزعيم بتاعهم وبيرميه للاهالي عشان يخلصوا عليه بطريقتهم وينتقموا منه. بعدها بنروح للجيش الامريكي وبيشوفوا في الرادار حاجه بتطير بسرعه، فبيبعتوا طيارتين يعرفوا ايه ده، وبيكلم رودي توني وبيساله انت اخترعت حاجه دلوقتي طايره في الجو؟ فبيقول له مش عارف هو بيتكلم عن ايه وبيقفل معاه. بعدها بيأمر رودي رجالته يضربوا الكائن ده بصواريخ وبيضربوا فعلا توني بالنار وكان هيموت. فبيكلم رودي بسرعه وبيعرفه انه جوه البدله وبيطلب منه يوقف ضرب وبيخبط بالغلط في جناح طياره وبيكون الطيار مش عارف يخرج منها، لكن توني بيساعده وبيفتح له المظله. بعدها رودي بيطلع في مؤتمر وبيعرف الناس ان اللي حصل ده كان تدريب عسكري. بعدها بنشوف اوبيديا وهو بيوصل للارهابيين وبيكون اصلا هو اللي متفق معاهم عشان يخطفوا توني ستارك عشان يستولى على الشركه بتاعته ويموته، وبيوري له زعيم الارهابيين البدله اللي توني اخترعها وبيقول له انه هيديها له هي والتصاميم بتاعها مقابل انه يبعت له واحده لما يصنع منها كتير، لكنه بيشيل حركته بجهاز صغير معاه وبيأمر رجالته يخلصوا عليه. وعشان يشغل البدله دي محتاج المفاعل اللي مع توني ستارك، فبيكلم كل المهندسين عنده وبيأمرهم يصنعوا له بدله ومفاعل. بعدها بيطلب توني بيبر وبيديلها فلاشه وبيقول لها تروح للكمبيوتر الرئيسي بتاع اوبيديا في الشركه وتنقل له كل الملفات عليها عشان يعرف هو باع الاسلحه لمين بالظبط عشان يروح ويخلص عليهم ومحدش يتأذي تاني. ولما بتوصل الشركه بتلاقي فيديو لخطف توني وبتعرف ان اوبيديا هو اللي كان خطف. بعدها بيدخل فجاه اوبيديا عليها فبتخبي الفلاشه عما تخلص تحميل. بعدها بتاخد الفلاشه وبتمشي، ولما بيقعد على الجهاز بيعرف انها نقلت ملفات من عليه، ولما بيخرج بيلاقيها ماشيه مع عميل من المخابرات وما بيقدرش يأذيها. وبيروح بعدها للمهندسين اللي عنده عشان يعرفوا صنعوا المفاعل ولا لا، لكنهم مش عارفين يعملوا حاجه وبيقولوا له ان الموضوع مستحيل. فبيقول لهم ان توني ستارك صنعه من الخرده، فبيقولوا له احنا مش توني ستارك. بعدها بيروح لتوني بيته وبيشيل حركته بالجهاز اللي معاه وبياخد منه المفاعل وبيسيبه عشان يموت. وتوني من غير الجهاز ده الشظايا هتوصل قلبه وهيموت، لكنه بيتحرك وهو مش قادر وبيروح للمفاعل القديم اللي صنعه اثناء خطفه وبيحطه في صدره. بعدها بيوصل له رودي عشان يطمن عليه، ولما بيفوق بيلبس البدله بتاعته وبيروح عشان ينتقم من اوفيديا، وبتكون بيبر راحت له ومعاها عملاء من المخابرات عشان يقبضوا عليه، لكنه بيكون حط المفاعل في البدله اللي جهزها وبيلبسها وبيخلص على كل العملاء اللي موجودين وبيجري ورا بيبر عشان يخلص عليها. وبيوصل توني على اخر لحظه وبيبداوا يتقاتلوا مع بعض، لكن اوبيديا بيكون قوي جدا بسبب انه لابس المفاعل المتطور وتوني لابس المفاعل القديم، فبيقرر يطير فوق خالص عشان يستدرجه والبدله بتاعته تتجمد. وبيكون توني طور البدله بتاعته بحيث انها تتعامل مع البروده، وفعلا بيتجمد وبيضربه توني وبيقع على الارض. وبيكلم توني بيبر وبيخليها تزود الطاقه بتاع المفاعل اللي في الشركه عشان السقف ينفجر، وبتعمل كده فعلا وبتطلع طاقه كبيره من المفاعل وبيتدمر اوبيديا وبيموت. بعدها تاني يوم بيعملوا مؤتمر عشان يحكوا اللي حصل، وبيقول له عميل المخابرات يقول في المؤتمر ان اللي حصل ده كان ذكاء اصطناعي وان ايرون مان وهو قاعد على السرير لكنه انفجر. بعدها بيخرج توني للمؤتمر وبيقول لكل اللي موجودين انا ايرون مان، وبيتفاجئ كل اللي موجودين في المكان. بعدها بيجي لتوني كارت من نيك فيوري وبيعرفوا ان بيجمع ناس عندهم قدرات خاصه وبيكونوا فريق اسمه الافنجرز وبيطلب منه ينضم ليهم. الحكايه بتبدا مع راجل عجوز قاعد على سرير وبيكون شكله تعبان جدا وبيتفرج على الاعلام وبيشوف لحظه اعلان توني ستارك انه ايرون مان، وبينادي بعدها على ابنه واسمه ايفان وبيقول له كان المفروض تكون انت مكانه وبيموت. بعدها بيروح ايفان وبيطلع تصاميم المفاعل بتاع توني ستارك ومكتوب عليه هاورد ستارك اللي هو ابو توني ستارك وابو ايفان، والاتنين كانوا شغالين زمان على نفس المشروع. وبيبدا يشتغل على صنع مفاعل وقدر بالفعل يصنعه. بعدها بتمر 6 شهور
وبيكون توني عامل مؤتمر وبيعرض فيه فيديو لوالده وهو بيتكلم عن مشروع مهم، وبيقول توني للناس انه هيكمله. بعدها بيقيس نسبة السموم في دمه وبتكون 19%، وبيكون ده بسبب المفاعل اللي لابسه اللي كل ما بيستخدمه نسبة السموم بتزيد. بعدها بيروح لجلسة في المحكمة وبيقول له القاضي ان البدلة بتاعت ايرون مان ده سلاح خطير جدا وما ينفعش شخص عادي يستخدمه، لكن توني بيقول له ان البدلة دي صنعها عشان حمايته الشخصية مش عشان يبيعها، وبيرفض يسلمها له. وبيكون في نفس القاعة شخص اسمه هامر وبيكون عنده شركة منافسة لتوني ستارك وبتصنع روبوتات، وبيتهم توني ستارك وبيقول له ان في ناس تانية بتحاول تصنع بدل زي بتاعتك، وبيقول له ده لو حصل العالم هيكون مكان للدمار. توني بيقول لهم هو مش مسؤول عن اي حاجة تحصل وانه مسؤول بس عن البدلة اللي صنعها، وبيسيبهم وبيمشي. بعدها بنروح لإيفن اللي قدر يصنع بدلة شبه الكرباج وبتشتغل بالمفاعل بتاعه واللي بيقدر من خلاله يلمس اي حاجة ويدمرها. بنروح لتوني بعدها وهو بيقيس نسبة السموم في جسمه وبتكون وصلت ل 24%، وكل ما بيستخدم المفاعل أو البدلة بتزيد نسبة السموم وبتبدأ تظهر كمان على شكل جسمه. بعدها بتدخل عليه بيبر وبتفضل تعاتبه إنه مش مهتم بالشركة بتاعته ولا الإدارة بتاعتها، وإنه بس عمال يطور في البدلة بتاعته في الاختراعات اللي بيعملها. فبيقرر توني يخليها الرئيسة التنفيذية للشركة عشان تبقى مسؤولة عن الإدارة. تاني يوم بيكون توني بيتدرب مع هابي المساعد بتاعه، وبيدخل عليهم واحدة اسمها ناتالي وبتكون بيبر جابتها مكانها عشان تبقى المساعدة بتاعت توني. وبيطلع من الحلبة وبيقول لها تروح تتدرب مع هابي وبتقدر تهزمه، وبتكون باين عليها متمرسة في فنون القتال. بعدها بيروح توني سباق عربيات وبيقابل هناك هامر وبيطلب هامر منه يقدم الاختراع بتاعه الجديد في المعرض عنده، لكن توني بيجري في الكلام وبيسيبه وبيمشي، وبتكون نسبة السموم في دمه وصلت 53%. بعدها بيغير توني لبسه عشان يشارك في السباق، وبيكون في نفس السباق إيفان وبيكون متنكر. وأول ما بيبدأ السباق بينزل إيفان وبيفضل يدمر في العربيات وبيقلب عربية توني وبدأ يهجم عليه ويضربه بالسلاح عشان يموته. وفي نفس الوقت بتكون بيبر وهابي في طريقهم عشان يدوله البدلة بتاعته، وبيوصلوا على آخر لحظة وبيلبس توني البدلة وبيبدأ يتقاتل معاه وبيهزمه بسهولة جدا. بعدها الشرطة بتقبض عليه وبياخد منه المفاعل. بعدها بيروح لتوني السجن وبيقول له انت ليه عملت كده وازاي قدرت تصنع المفاعل ده؟ فبيقول له انا عملت كده عشان ابينك انك ضعيف للعالم واي حد يقدر يهزمك. فبيقول له توني بكبرياء انت محتاج تطور السلاح بتاعك عشان تهزمني، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيرجع ايفان الزنزانة وبيجيله الاكل وبيكون فيه قنبلة وبيدخل واحد عليه شبهه بالظبط، وبيفهم ايفان ان في حد عايز يهربه وهيسيب الشخص ده مكانه. بعدها بياخدوه الحراس وبيودوا ايفان لهامر وبيكون هو اللي مخطط يهربه، وبيتفق معاه بعدها انه يصنع له مفاعلات كتير عشان يشغل البدل الآلية بتاعته، وبيقول له في المقابل ده هيساعده يتخلص من توني ستارك وهيديله كمان فلوس كتيرة، وبيوريله الروبوتات اللي عنده وبيبدأ هامر يشتغل عليهم عشان يطورهم. بعدها بيكون توني بيتفرج على الإعلام وبيلاقي الإعلام كله بيتكلم على ايفان وقد ايه كان قوي جدا وقرب يهزم توني ستارك. بعدها بيدخل عليه رودي وبيلاقي توني تعبان جدا ونسبة السموم في دمه عدت ال 80%، وبيحس توني انه هيموت. بعدها بيعمل حفلة في بيته وبيلبس البدلة وبيكون سكران جدا وبدأ يتصرف بشكل غير عقلاني، وبتحاول بيبر تنزله لكنه ما بيرضاش. فبيقرر رودي يدخل يلبس بدلة من عنده عشان يوقفه بالقوة، وبدأ يتقاطعوا وبيدمروا البيت. بعدها بياخد رودي البدلة وبيطير بيها وبيسلمها للجيش. تاني يوم بيلبس توني البدلة وبيكون بياكل فوق مطعم وبيكون حاسس خلاص انه هيموت، وبيجيله بعدها نيك فيوري وبيطلب منه يجي معاه، وبتدخل عليهم ناتالي وبيعرف بعدها ان كانت جاسوسة لنيك فيوري واسمها ناتاشا، وبتديله مصل بيعالجه مؤقتا وبيمنع السموم انها تنتشر في جسمه. بعدها بنروح لهامر وبيكون ايفان نيح انه يصنع بدل ممكن يتحكم فيها عن بعد من اي مكان. بعدها بنروح لنيك فيوري وبيحكي له عن ابو ايفان وبيقول له انه كان شغال مع هاورد ستارك اللي هو ابوك، لكنه كان عايز يبيع المفاعل ويستفيد من ارباحه بعكس هاورد اللي كان عايز يستغله في منفعة البلد والبشرية، عشان كده طرده من الشركة. بعدها بيسيب لتوني صندوق وبيمشي، وبيكون في الصندوق ده المخططات بتاعة المفاعل، وبيلاقي معاهم فيديو لابوه وهو بيشرح ازاي عامل المفاعل وازاي هيفيد البشرية. فبيرجع لتوني شغفه من تاني وبيرجع البيت وبدأ يشتغل من تاني، وبيكتشف عنصر تاني مهم جدا بدل البلاتينيوم اللي بسببه السموم بتنتشر في جسمه، والعنصر ده بيكون هيقوي قوة البدلة لأضعاف. وبيفرح توني جدا وبدأ يشتغل
المفاعل عليه، وفعلا بيخلص انتهائه وبيحطه في المفاعل وبيلبسه، وفعلا السموم بدأت تقل. بعدها بيجيله مكالمة من إيفان وبيشكره على النصيحة اللي اداها له في السجن، وبيقول له إنه بدأ يطور في المفاعل بتاعه. وبيخترق توني مكان المكالمة وبيعرف مكانه، وبيتفاجئ لما بيعرف إنها من شركة حمر، وبيفهم إن حمر هو اللي ساعده يهرب من السجن، وإنهم شغالين مع بعض عشان يخلصوا على توني، والشركة بتاعت حمر تتصدر السوق. بعدها بنشوف هامر اللي بيكون عامل مؤتمر وبيعرض فيها البدل بتاعته الجديدة اللي صنعها بمشاركة الجيش. وبيوصل توني لمكان العرض وبيكون رودي معاهم، وبيتكلم توني مع رودي وبيقول له لازم تثق فيا، وبيعرفه ان البدله اللي لابسها وباقي البدل ايفان بيقدر يتحكم فيهم عن بعد ومش هيعرف يسيطر عليها. وفي نفس الوقت بيخترق ايفان بدله رودي وبيبدا يضرب النار على توني ستارك هو وكل البدل في المكان. وفي نفس الوقت بتكون ناتاشا اقتحمت شركه حمر عشان تقبض على ايفان، وبتتكاثر مع الحرس اللي في المكان وبتهزمهم كلهم، لكنها ما بتلاقيش ايفان في الشركه. بعدها بنشوف توني اللي بيكون بيهرب من البدل وبيبعدهم عن المدينه على قد ما يقدر، وبتقدر ناتاشا ترجع لرودي التحكم في البدله تاني، لكنها بتقول لتوني ان في بدله الوقت قدام بيبر ومش قادره تتحكم فيها. وبيقدر توني ورودي يخلصوا على كل البدل اللي موجوده وبيدمروا الروبوتات كلهم. بعدها بيوصل لهم ايفان وبيكون دمج الكرباج اللي كان عامله في اول الفيلم مع البدله، وبيهجم على توني ورودي وبيحاولوا الاثنين يهزموه، لكنه بيكون قوي جدا وبيقدر يمسك الاثنين ويثبتهم في مكانهم. لكن توني بيقدر يفجر البدله بتاعته بسبب العنصر اللي اكتشفه وحطه في المفاعل واللي زود قوته الاضعاف. بعدها بيشتغل نظام تدمير ذاتي وبينفجر ايفان وكل البدل، وبيجري توني بسرعه عشان يلحق بيبر وبيلحقها على اخر لحظه وبياخدها بعدها ويطير. بعد كده رودي بيقول لتوني انا عاوز احتفظ بالبدله دي، وبيوافق وبيسيبها له. بعدها بتروح الشرطه وتقبض على هامر بسبب الدمار اللي حصل في المدينه بسبب. بعد فتره بيقابل نيك فيوري توني ستارك وبيوري له مشروع الافنجرز وبيطلب منه تاني ينضم للفريق، واللي بيكون مكون من ابطال خارقين عشان يحموا الكوكب من اي خطر خارجي او داخلي. وبيوافق توني ستارك. بعدها بيتعمل مؤتمر وبيكون القاضي اللي كان هيحبس توني في اول الفيلم بيكرمه هو ورودي بسبب اللي عملوه وانهم منعوا الالات انها تدمر المدينه. ودي كانت نهايه حكايه